أهلا وسهلا بيكم في قناة ساسا ستوري. قبل ما نبدأ فيلمنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتعليق حلو من ذوقكم. بيبدأ فيلمنا النهاردة مع أسماء يوم فرحها بعد ما اكتشفت خيانة خطيبها ليها وإنه كمان عنده بنت من واحدة تانية. بعدها أسماء بيجيلها دعوة للشغل في بكين في جريدة بتشتغل فيها صاحبتها سكار اللي عايشة هناك، وبتسافر أسماء على بكين وبتستقبلها صاحبتها وجوزها في المطار، وبياخدوها على السكن بتاعها اللي بيكون قريب منهم. وبعدها أسماء بتروح على شغلها وبيكون ليها عمود صحفي تكتب فيه عن بكين، وبتشوف صور لأشهر الأماكن في الصين عشان تزورها. وأسماء هنا بتنزل على أول مكان بس بتكون مش عارفة أي حاجة وعاملة زي التايهة، وبتركب الباص بس مش بتكون عارفة المحطة اللي هتنزل فيها ولا حتى عارفة لغة الناس. فبتكلم صاحبتها علشان تسألها عن المكان، فبيسمعها شاب قاعد وراها فبيساعدها وبيقولها على المحطة اللي هتنزل فيها، وبيقولها إنه اسمه تشانج وجاي يسلم عليها كده. أحرجته لأن هي ما بتسلمش على الرجالة، ولما أسماء قالت له على اسمها كان مصر إن اسمها أشيم على اسم البنت الموجودة في الرواية اللي بيقراها. وهو نازل بيدي أسماء كتاب وبيطلب منها تتعرف على الصور اللي فيه لحد ما يقابلها تاني ويشرح لها قصته. أسماء وهو نازل بتصوروا صورة كده حلوة، وصاحبتها سكار وهي بتشوف الصورة بالصدفة بتفرح إن أسماء إن بقى ليها قصة حب في بكين. وبعدها بيخرجوا في جولة حلوة كده وبتحاول تشرح لأسماء الأماكن اللي هما بيزوروها، وأسماء بتقولها إن هي فرحانة قوي لأن الإسلام منتشر إلى حد ما في الصين. وبعدها بتسلم المدير بتاعها أول مقال ليها في الإسلام في بكين. وبعد كده بتقابل بنت اسمها ثانية، ودي بتكون المرشدة السياحية بتاعتها وبتاخدها في جولة في سور الصين العظيم. وبتفضل أسماء تاخد صور عن المكان، ولما بتروح بتكتب مقالة عنه وبتقول في المقالة إن كل حجر في السور ده بيتكلم عن ضحايا الحرب اللي ماتوا. وبعدها بتتفرج على الصور اللي في الكتاب اللي اداهولها تشانج، وبتبقى نفسها تعرف قصته بس طبعا هي مش فاهمة اللغة. وبعدها بتكمل الجولة السياحية بتاعتها وبتشوف شخص مسلم وبتطلب ان هي تعمل معاه لقاء، وبعدها بتعمل لقاءات مع المسلمين اكتر في الصين، وبتكتب مقالة عن الاسلام وان دخول الاسلام في الصين كان في القرن السابع، وان الاسلام واحد من الديانات الخمسة في الصين، وان بكين فيها 250 الف مسلم. وفي مرة وهي بتاخد صور لأحد الاماكن بتحس بدوخة وقلة تركيز وبتوقع الحاجة اللي كانت معاها، واول لما رجعت لصاحبتها بيجيلها نفس الألم مرة تانية، وبتصلي بعدها وبتشكر ربنا على نعمة يوم آخر في حياتها. وبتروح أسماء عشان تعمل مقالة عن أكبر مسجد في بكين، لكنها بتتفاجئ بتشانج وبيقولها إن هو أخيرا شافها تاني وإنه هيكون مرشدها السياحي الجديد بعد ما مرشدتها اعتذرت، وبيعرفها إن المسجد عمره 1000 سنة وإنه مميز عن باقي المساجد ودور العبادة هناك، وإنه فيه كتابات عربية ورموز إسلامية كتير، وإن البرج ده بيستخدموه الأئمة لمعرفة أول يوم في شهر رمضان، وبيوريها الساعة الشمسية بيستخدموها لتحديد مواقيت الصلاة. وبتقوله أسماء إنه يعرف معلومات كتيرة عن المسجد، وبيبقى نفسها تسألها عن ديانته بس بتتكسف طبعا، وبتطلب منه إنه يدخل معاها المسجد لكنه بيرفض وبيقولها إن ديانته محرم عليه إنه يدخل المساجد. وبتدخل أسماء المسجد وبتلاحظ إنه بيرتب الأحذية قدام الباب، وبتشتري له بعدها طاقية هدية مكتوب عليها آيات قرآنية. وبيسألها تشانج هو ليه ممنوع على النساء في الإسلام مصافحة الرجال زي ما عملت معايا في أول مرة اتقابلنا في الباص، فبتعرفه إن فعلا ده حرام إلا المحارم اللي من قرايب المرأة، لكن الزوج يقدر يشوفها من غير حجاب ويقرب منها عادي. وهو بيقولها إن رأيي إن العالم بدون وجود أديان هيبقى خالي من الحروب، لكنه بترد عليه وبتقوله ان كل اللي بيحصل ده مش بسبب اختلاف الاديان لكنه بيحصل بسبب الطمع، وان الانسان دايما بيحاول يبقى اقوى من الاخرين، وان العالم بدون الدين وبدون الايمان بربنا هتبقى الحروب فيه اكتر مأساوية وفظاعة. وفي يوم كده بتشرب معاه الشاي على الطريقة الصينية، فبيعرفها انه من قرية فقيرة جدا ومنتشر فيها الجوع والامراض، وبيطلب منها انه ياخدها معاه يوم لقريته بما انها بقت مميزة جدا بالنسبة له. وهي بتطلع الكتاب اللي اداهولها قبل كده وبتطلب منه انه يحكي لها اللي مكتوب فيه زي ما وعدها قبل كده، وهو قال لها ان الكتاب بيحكي عن اسطورة قديمة اسمها اشيما، ووعدها ان في يوم من الايام هياخدها لليونان علشان تزور تمثالها. وبعدها بترجع لصاحبتها وبتحكي لها كل حاجة، وبتعرفها ان تشانج بيسميها اشيما زي اللي في الرواية اللي معاه، وبتعرفها قد ايه هم اتعلقوا ببعض وانه قريب قوي هيطلب ايديها للجواز، بس الاول لازم يبقى مسلم عشان تقدر تقبله. وجرس الباب بيرن ولما بتروح تفتحه واتصدمت اول لما شافت خطيبها اللي كان قبل كده خانها، وانه وصل من اندونيسيا للبكين علشان يشوفها ويرجع لها تاني، وانه قد ايه مهتم بمقالاتها اللي كل شويه بتكتبها. واسماء بتعرفها انه هي خلاص انفصلت عنه وعمرها ما هترجع له تاني، وان هي متعلقه بتشانج اكتر، وان هي هتوافق ان هي تقابله بس عشان هو قطع مسافه كبيره علشان يقابلها. ولما شافها بيحاول يقنعها ان هم يرجعوا لبعض لانه مش قادر ينساها،
ولسه بيحبها، بس هي ما بتتأثرش بكلامه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بتقابل تشانج وبيديها تذكرة لليونان الأسبوع اللي جاي لزيارة تمثال أشيما اللي قالها عليه، وبيكون خطيبها بيراقبها وبيطلب منها إنها تركب معاه لكنها بترفض في الأول. بس تشانج بيقول لها يلا بينا نركبوا معاه إن هو هيوصلنا لمعبد السماء والأرض، وبيركبوا معاه وأسماء بتحط الهاند فري في ودنها كده علشان ما تسمعش كلامه عن الارتباط والفرصة التانية. وتشانج عمال يشرح لأسماء بقى عن المكان وكأن التاني ده مش موجود معاهم خالص، وبيحكي إن معبد الأرض على شكل مربع ومعبد السماء على شكل دايرة، وبيقاطع خطيبها فجأة وبيسأله عن ديانته، وبيعرفوا إن هو بيؤمن بوجود ربنا لكنه مش بيؤمن بوجود أي ديانة أخرى. بعدها بيروحوا ياكلوا في مكان كده في مطعم إسلامي، وبيفضل خطيبها يضايقها باعتذارات لكنها بتتجاهله، وفجأة بتحس إن عينيها مزغللة ومش شايفة الكلام اللي بتكتبه، وبتمسك دماغها ويغمى عليها، وبتلحقها زميلتها بسرعة وبتوديها المستشفى، وبتصدم ان الدكتور بيقولها ان عندها متلازمة كده بتخليها يجيلها جلطات وممكن تفقد بصرها في اي وقت. وبتطلب اسماء من صاحبتها ان هي ترجع بلدها وتروح علشان تتعالج. وتاني يوم تشانج مستنيها علشان يروحوا الرحلة اللي قالها عليها، لكن بيتفاجئ ان هي سايباله التذاكر مع ورقة كده مكتوب فيها ان هي بتعتذر له وان هي اضطرت ان هي تسافر بلدها علشان عندها شوية مشاكل وهتحاول تحلها وهترجع له قريب. وبيتأثر جدا وبينهار وبيحس انه مش هيشوفها تاني. وبعدها بتسأل والدة أسماء الطبيب عن مرض بنتها، وبتعرف ان هي متلازمة بتسبب جلطات للدم في أي وقت، والحزن حظها ان هو من النوع التاني واللي ممكن يسيطروا عليه بالعلاج. وبتعرفها مامتها حقيقة مرضها، ولكن بتكون أسماء حالتها سيئة جدا ومبقتش قادرة تمشي وبتحاول تخضع للعلاج الطبيعي. ولسه تشانج بيبعت لها رسايل وبيعرفها ان هو راح المسجد اللي راحوه قبل كده وكان عنده أسئلة كتير لكنها مش موجودة، بس هو لحسن حظه انه قابل الإمام هناك وجاوب على كل حاجة وعرفه أكتر عن الدين الإسلامي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وبتكون أسماء لسه في المستشفى وبتاخد علاج وبتحكي للأطفال قصة الكتاب اللي معاها وقصة أشيما الأسطورية واللي كانت من مقاطعة يونان بالصين، واللي كانت برضه فتاة جميلة وحبت شاب فقير في القرية، لكن كان أحد الأثرياء بيحاول يفرق ما بينهم وأشيما ما استسلمت وحاولت تحافظ على حبها. وفي يوم الشاب الثري حاول إن هو يخطفها ورماها في البير وتحولت لتمثال، لكن الشاب اللي حبته لسه بيدور عليها وبيروح لنفس المكان وإن هي بالنسبة له هتفضل حبه الوحيد للأبد. في نفس الوقت ده بيعلن تشانج إسلامه، وكانت أسماء لسه بتحاول وبتتحسن يوم عن التاني لحد ما وصلت صاحبتها وبتديها جواب وبيقولها فيه ان هو قد ايه مفتقدها. وللأسف هي مش عارفة تعمل ايه، لكن بتقرر ما ترجعش لخطيبها مرة تانية. وبتعرف صاحبتها ان حالتها ما بقتش تسمح ان هي ترتبط بأي حد دلوقتي. في نفس الوقت بيجي رسائل لأسماء من تشانج وبتنتهز الفرصة صاحبتها سكار وبترد عليه وبتطلب منه ان يجي لاندونيسيا في اسرع وقت علشان يقابلها، وهو بيبقى فرحان جدا ان طلبت منه كده. وفي يوم سكار بتجهز اسماء علشان تشانج جاي وهي ما تعرفش، وبيوصل مع جوز سكار، ولكن المفاجأة ان خطيبها السابق بيوصل في نفس الوقت علشان عايز يسأل اسماء اذا كانت لسه بتحبه ولا لا. والصدمة بقى ان هي بتفقد بصرها في نفس الوقت وبتتوتر وبتنهار وبتسمع صوت تشانج وبتتوتر اكتر، وبتطلب منهم ان هم يوصلوها علشان تقابله، وبتقوله ان هي كانت نفسها تشوفه وبتحط ايديها على وشه كده علشان تحس بوجوده. وفجأة بيغمى عليها وبياخدوها للمستشفى بسرعة، وبيعرف خطيبها القديم ان هي خلاص ما بقتش تحبه وان علاقتهم كده انتهت، لكن تشانج لسه متمسك بيها. والدكتور بيعرفهم بقى ان هم انقذوها، لكن للاسف دخلت في غيبوبة ولسه تشانج برضه مستنيها ومش قادر يسيبها طول الوقت. بيفضل جنبها لدرجة ان هو طلب من مامتها انه عايز يتجوز بنتها وانه هيواجه اي حاجة معاها لان هي سبب في هدايته ودخوله للاسلام. وبيفضل يدعي لها وبيصلي جنبها لحد ما بتفوق اسماء، وبيتصدموا اكتر ان الجلطة كانت قريبة من مراكز النطق في المخ وما قدروش ان هم يأثروا عليها بالعلاج، واسماء بتفقد النطق للابد، لكن بتكون لسه خايفة ان هي ترتبط بتشانج وتظلمه معاها. وزميلتها بتحاول تقنعها انه اكيد فكر في كل حاجة قبل ما يجي، فبيدخل فجأة ويشوف الورقة اللي كانت بتديها لزميلتها وبيعرف اللي هي بتفكر فيه، لكن هو بيعرفها ان هو كمان خايف انه ما يقدرش يساعدها ويوصلها معاه للجنة، لكن هيفضل يحبها طول العمر وان مفيش حد مثالي في الدنيا. وبيطلب منها الجواز وهي بتوافق، وبيعملوا فرح على الضيق كده وبياخدها معاه وبيعيشوا في بيت الطبيب المسلم اللي كانت عملت معاه لقاء قبل كده. وبتبعت رسائل لمامتها وبتعرفها ان هي ماشية على اعشاب طبيعية لعلاج منع تجلط الدم وان هي بقت احسن ومبسوطة جدا
جدا ومبقتش تحس بالألم اللي كان بيجيلها قبل كده. ولسه تشانجي بيشجعها إن هي تكتب وتستمر في شغلها، وبياخدها للمكان اللي كان بيجمعهم سوا وبيعترف لها بحبه ليها، وبتقوله إن نتيجة الحب الصادق ده إن ربنا هيرزقهم بأول طفل ليهم. وده يعلمنا إنك مهما تمر بصعاب بفضل الله كله بيعدي، ودايما بكرة أحلى مادام فينا نفس. المهم إنك تكون على يقين بالله. ولو كملت معايا الفيلم لآخره ما تنساش اللايك والسبسكرايب والحاجات اللطيفات اللي انت عارفينها. باي باي في فيلم جديد.